أنا بحب أتوقع الأسوأ علشان لما يحصل ما ازعلش أو ما اتصدمش. تقريبا معظمنا بيعمل كده أو ممكن نكون كلنا. لا، هو احنا بنزعل وبنجيب ناس تزعل وبنتصدم وبنجيب ناس تتصدم معانا وعادي. واحنا بنلعب في حتة ان انا متوقع اللي هيحصل، فانا جاهز نفسيا ان انا اتلقى الصدمة. لكن احنا مش بنتلقاها، احنا بجد بنزعل. فانت بتلعب في حتة ان حد جايلك من المستقبل، هو مش عارف يعمل معاك ايه. انت هنا في منطقة ردة الفعل بس. لكن انك تكون فعل او صاحب صناعة الحدث ما بيحصلش. لا، هو الأسوأ ده ايه؟ مش تخيلات انت زرعتها في دماغك، مش سيناريو أسوأ وحوارات أسوأ هتحصل. مش هو ده اللي بيحصل؟ طب هو عقلك هيسيبك كده عادي؟ لا طبعا، هو لازم يطمنك. فيحط لك ايه؟ الصورة الذهنية دي بقت أساس. خلاص، ما هو ده الأسوأ، الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية زائد طريقة التعامل تدينا تكيف. يعني انت تكيفت مع الحالة الأسوأ اللي هتحصل، يعني انت تكيفت مع أسوأ حالة ممكن تكون فيها، يعني انت تكيفت مع الريزلت السيئة. تعال بقى اتفرج على نفسك. صراع داخلي ملوش حل، صراع موت من جوه. فانت عندك حلين: يا اما هتحسم الامر اللي انت عارفه واللي انت ما شاء الله عرفت الغيب بيه، يا اما انك هتنتظر. يمكن ربنا يغير لك الطريقة، ويمكن يجيلك اللي انت عايزه. لكن انت بتاخد الاسهل، اللي هو ايه؟ اللي أنا متوقعه. فتيجي هنا القاعدة الذهبية، قاعدة العقل الباطن. العقل يجد من الدليل والبرهان على ما يفكر فيه. وهنا سبحان الله، تقول على أي حاجة إشارة، علامة، هو هيحصل، هو هيكون. وأكنك ما شاء الله خلاص انت تنبأت بالمستقبل وخلاص عشت فيه. استغفر الله العظيم. يعني انت هنا بتعمل بلوكات لأي حاجة إيجابية أصلا. بلوك تمام، اتقفل خلاص، قفلت. مش معنى كلامي ان الاشارات الربانيه دي غلط، لا خالص. بس في حته مثلا معينه، زي مثل واحد اصلا ايه، لسه مقدم على شغل وجاله الانترفيو، فنازل رايح بيقول انا مش هتقبل في الشغلانه دي، فما يلاقيش مواصلات، هو علامه مش هتقبل. يتوه في الطريق، انا مش هتقبل. وبعد كده ايه، خلاص هو ايه، عمال يتوه، لا انا هلف وارجع، وانا كده كده مش هتقبل. هو اصلا ما حاولش اساسا علشان يقول دي اشاره او لا، علشان ما ازعلش او ما تقهرش او ما احزنش او ما تصدمش. احنا بنجيب ناس تزعل وتتقهر وتتصدم معانا، ويا نهار ابيض بتبقى ليلة عسل، ولا اكنك يعني عملت حاجة، لانك انت مش مجهز نفسيا، انت في صراع. نفس الكلام للبنت او الراجل. انا اثق منين ان هي مش هتكذب عليا تاني، ويقعد يعمل كده. انا اثق منين ان هو مش هيشتمني تاني. اثق منين؟ الضامن هو الله. مفيش ضمان في الدنيا، النفس اللي داخل خارج ده مش مضمون. احنا ما بين القابض والباسط، احنا عايشين على كف الرحمن، فمفيش ضمان. عارف الضمان ده احنا بنعمل بيه ايه؟ بلجأ للضمانات لضعف مهاراتي في التعامل. الضمانات دي وهم، احنا بنوهم نفسنا، ولما بنعيش فيه بيحصل لنا قلق وتوتر وخوف. لان الضمان، مفيش ضمان على اي حاجة. فعلا مفيش ضمان، ومفيش حاجة اسمها ان انا اتوقع الأسوأ علشان لما يحصل انا ما اتصدمش. ده بلح. احنا بنلعب بلح، دماغنا دي بتزرع بلح. لو ركزت في الكلام اللي انا بقوله ده، مش هتنتقدني، بالعكس انت هتصدقني وهتعرف ان كلامي صح.